تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر قناة الشروق وهذه الحصة مسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة الكريمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. ثانيا وددت أن أقدم كلمة مختصرة تفضل، لك كل الخط، لأفيد بها الصغار ولمن هم في سني عن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو خير كلام أنزل على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، محفوظ من التحريف والتدليس، لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أنه آخر الكتب السماوية وجامعها. وفضل قراءة القرآن الكريم عظيم جدا، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا يكفيني ويكفيكم أيها المتسابقون عزا وشرفا. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ثانيا، القرآن الكريم سيأتي يوم القيامة ليشفع لنا. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا، عند قراءتنا للقرآن الكريم ثواب الحرف الواحد في القرآن الكريم به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. آمين. جمعت بين حسن التلاوة وحسن حفظ القرآن الكريم وهذه البلاغة، وطبعا صرت منافسا كبيرا للدكتور كمال قدة. لا أنا ما زلت صغيرا وبسيطا، لكن صرت تنافس في البلاغة وفي هذا لن يحدث مطلقا. أنا ما زلت في الطريق. هو دكتور ما شاء الله، ما شاء الله، وأنا ما زلت أحفظ القرآن الكريم وأسعى إلى أن أحفظ الأحاديث والمتون، فما زالت الطريق طويلة كي أنافس دكتوري وأستاذي ومعلمي وشيخ الشيخ كمال قدة والأستاذ إبراهيم. ما شاء الله، عجزتنا عن الله يبارك فيك. شكرا لك عبد الرحمن.